الأهلي يبدأ في تجهيز عروض لتمديد رباعي منتخب مصر مع تعديل رواتبهم، واتحاد الكرة بيجدد للعميد حتى 2030، والفيفا يطبخ للإطاحة بالمغرب، وفوزي الأقجع يتصدى. كلام في الكرة وحلقة جديدة، لايك وشير، أهلا بيكم. يسعى سيد عبد الحفيظ لتمديد عقود رباعي منتخب مصر المتألق مصطفى شوبير وإمام عاشور ومروان عطية ومحمد هاني، مع وعد اللاعبين اللي يجيله عرض قوي فالأهلي لا يمانع. والعرض هيكون 25 مليون جنيه في الموسم لكل لاعب، زائد 10 مليون جنيه مميزات، زائد إعلانات من شركة الكورة كتيرة جدا وبأرقام كبيرة جدا. وهنا الكورة في ملعب اللاعبين، سواء بالتمديد أو رفض عرض النادي الأهلي لكل منهم. ملناش دعوة، ملناش دعوة. اتحاد الكرة المصري بيقرر استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية لمنتخب مصر بعقد جديد حتى 2030 دون التقيد بأي شرط في كأس الأمم، يعني مش مطلوب منه يوصل لأدوار معينة في كأس الأمم، عشان العميد يشتغل بأريحية خلال الفترة القادمة لإعداد فريق قوي لمونديال 2030. ملناش دعوة، ملناش دعوة. النهارده في ماتش المغرب وفرنسا ان شاء الله في ربع نهائي كاس العالم الساعه 11 مساء بتوقيت القاهره. ايه الحكايه وايه قصه طبخه الفيفا للاطاحه بالمغرب؟ ما تيجي احكي لك. كان الفيفا اسند المباراه تحكيميا للحكم المكسيكي اللي ادار مباراه المغرب وفرنسا بمونديال قطر، واللي تسبب في خساره المغرب. طبعا اعترض فوزي لقجع على تعيين نفس الحكم المكسيكي، فردت الفيفا وقالت عينينا للمغرب، يا سلام، هنجيب لكم احسن حكم في البطوله. وقرر تعيين حكم ارجنتيني لاداره اللقاء. هارش، ملناش دعوه، ملناش دعوه. هنا بتتضح خيوط المؤامره اللي بتطبخ على نار هاديه، وهقول لك ليه. ديديه ديتشامب مدرب المنتخب الفرنسي قال انه راضي تماما بتعيين الحكم الارجنتيني، ووجه له رساله كمان قال فيها ايه؟ ان الحكم الفرنسي كان سبب ان الارجنتين قدرت تتخطى مصر، وعلى الحكم الارجنتيني ان يكون على قدر المسؤوليه، واخد بالك، وان يتحلى بروح فرانسوا تيكسلر الحكم الفرنسي. هارش، يعني بالبلدي بيقول له لازم ترد الجميل بمبدأ شيلني وشيلك، وزي ما خرجنا لك مصر الدور عليك تخرج المغرب، وربنا يستر وينصر اشقائنا بمنتخب المغرب. حاتم مكلم في الكوره، استنوني هاجي لكم.